واش تقدر تخيل دري صغير في عمره 6 سنين يختفي من جردة ويتلقى من بعد 73 عام؟ هذه ماشي حكاية من الأفلام، هذه حقيقة طرات في غرب أوكلاند في كاليفورنيا عام 1956. الولد سميتو لويس أرماندو ألبينو. في 21 فبراير 1951 يوم عادي في أوكلاند، واحد المرأة تكون عندها 35 عام لابسة الخضر تقربت من لويس وهو كيلعب مع خوه روجر في الجردة. بدات كتكلم معاهم بالإسبانية، كتلطف معاهم، كتقول لهم أجي وانتوما زويونين، وبدات كتهضر مع لويس بالخصوص، كتقول له أجي ولدي معايا غنشري لك الشكلاط الحلوة اللي بغيتي. هو فرح ومشى معاها. وشكون هاد الوليد اللي ما غيبغيش الشكلاط؟ خوه روجر بقى تابعهم من اللور، حتى هو كان باغي ياكل مع خوه، ولكن ديك المرة كانت هضرات غير مع خوه. وهما كيتمشاو بانت ليه هذيك الطريق فيها الشك، وبعدو بزاف على البلاصه فين كيتباع الشكلاط. هو خاف ومشى كيجري لدارهم باش يقولها لماماه. ماما بالخوف خرجت كتجري هي وروجر، مشاو في هذيك الطريق ولكن ما لقاوهمش. من بعد مشات مو عند البوليس باش يلقاو ليها ولدها، ولكن ما لقاوش. البوليس حقق مع روجر بزاف ديال المرات، وفي كل مره روجر كان كيقول لهم نفس الحاجه.